السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقول لكم على تقييمات لاعيبة نادي الزمالك في مباراة كايزر تشيفز. وطبعا قبل أي حاجة لازم نقول ألف مبروك لنادي الزمالك للصعود لربع نهائي كأس الكونفدرالية، وإن شاء الله الزمالك يحصل عليه للمرة الثالثة بإذن الله. أول حاجة معانا الحارس المرمى مهدي سليمان 5/10. مهدي سليمان ما كانتش عليه كور كتيرة صعبة، هي كل الخطورة كانت كلها قدام منطقة الجزاء. حتى الجون اللي دخل فيه ما كانش ليه ذنب فيه، كان بسبب الدفاع. فهو يعني مهدي سليمان 5/10. اللاعب اللي بعده أحمد عبد الرحيم إيشو، ولاعب صغير مش عايزين نضغط عليه، لاعب كويس وإن شاء الله الأيام اللي جاية يبقى كويس. هو ياخد 6/10. هو بس عايز يبقى حتة سنة الهجومية تبقى عنده جراءة شوية، وسنة الهجومية دي عنده ضعيفة شوية، فإن شاء الله يتجرأ الأيام اللي جاية أو المباريات اللي جاية ويتجرأ في الحتة الهجومية دي. اللاعب اللي بعده حسام عبد المجيد 5/10. حسام عبد المجيد أنا ما بعترفش بيه كمدافع خالص. حسام عبد المجيد أنا بستغرب عليه أنا ما بعترفش بيه، حتى 5/10 دي كتير عليه. حسام عبد المجيد المباصات كلها غلط. لاعب من ساعة ما جه الزمالك ما جابش هدف بدماغه ولا برجله، حتى الجون اللي جابه برجله كان مباراة ودية، كل الأهداف اللي جابها كانت ضربات جزاء. فمش عارف بالطول ده كلته عامل زي فان دايك وما جابش ولا هدف حتى بدماغه، ومباصاته غلط وفاولاته كتيرة وانذاراته كتيرة، فأنا بستغرب. فهو يا دوب 5/10 دوم كتير عليه أصلا كمان. اللاعب اللي بعده الونش مستواه متوسط، بس هو كويس في المباراة، كان كويس دفاعيا، كويس في المباراة، وإن شاء الله يتألق. طبعا الإصابة طبعا اللي كانت عنده اللي هي بتاع الرباط الصليبي مأثرة عليه طبعا. ونش دلوقتي مش زي الونش الأول، فإن شاء الله الأيام اللي جاية يبقى كويس. وهو 6/10. اللاعب اللي بعده محمد إبراهيم، لاعب صغير ناشئ بجد، هيجي منه بإذن الله، برضه 6/10. لاعب الأيام الجاية ممكن برضه نفس ما عندي إيشو، برضه عنده السنة الهجومية ضعيفة، فإن شاء الله يبقى عنده جراءة ويبقى زي مثلا عمر جابر ويتجرأ كده ويخش قدام بإذن الله، وما يحتفظش بالكرة كتير، بالذات المدافعين بالذات بلاش الاحتفاظ بالكرة كتير، بالذات في سنك الصغير ده. فلما تدي الكرة بسرعة تبصيها بسرعة أفضل. فهو 6/10 محمد إبراهيم. اللاعب اللي بعده محمد إسماعيل ما يلعبش في نص الملعب بتاتا. محمد إسماعيل أنا مش عارف كابتن معتمد جمال ليه بيلعبه في نص الملعب. محمد إسماعيل لا يلعب مكان حسام، لا يلعب مكان الونش، غير كده لا، أو يلعب ممكن مكان إيشو أو محمد إبراهيم على الطرفين في الباكات. اما يلعب في خط وسط تعبان، وهو ده اللي بيأثر على محمد شحاته في نص الملعب. محمد شحاته كان تايه في نص الملعب بسبب محمد اسماعيل. محمد اسماعيل في نص الملعب ما ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يقطع كوره، وبيعمل انذارات وفاولات كتيره. انا بستغرب عليه، فيا ريت. هو محمد اسماعيل كويس، لاعب كويس حلو جدا بس دفاعيا، اما في خط الوسط لا. يعني انا مش بقول لك هو وحش، لا، محمد اسماعيل مكانه هنا وحش، ما بيعرفش يلعب في خط الوسط، فالافضل يلعب لا مكان حسام لا مكان الونش، غير كده او يجي بديل لهم بره. اللاعب اللي بعده محمد شحاته مستوى حلو، بس في المباراه دي كان مذبذب وخد انذار من الهوا كده، مش عارف. فهو اتسبب في انذار، خد انذار، فانذار ما لوش ريحه اللازمه. فانا بقول لك محمد شحاته متاثر بسبب محمد اسماعيل في نص الملعب معاه. محمد اسماعيل ما بيخدمش معاه، فعشان كده محمد اسماعيل ما لعبش جنب محمد شحاته، لعب اي حد مع احمد ربيع، عبد الله السعيد، اي حد تاني مع محمد شحاته غير محمد اسماعيل. اللاعب اللي بعده خوان بزيرة 8/10. خوان بزيرة بجد بس في نص الملعب في الشوط الاول برضه بزيرة في نص الملعب لا، لعبه على الطرف زي ما كان بيلعب، لعبه في الطرف زي ما كان بيلعب. لو تلاحظ الشوط الاول بزيرة يعتبر ما ظهرش قوي. لما جه الشوط الثاني نزل عبد الله السعيد، نزل وهو لاعب رجع في مكانه تاني، الدنيا اتغيرت تاني، والهدفين هو جاب هدف وعبد الله السعيد كمان جاب هدف. فيا ريت هو 8/10 وانا نفسي اديله 10/10 بسبب الهدف. شوف طوله قد ايه، وعرف بسرعه يجيب الكوره براسه ويجيبها جول، المهاجمين ما عملوهاش. فبزيرة كويس بس يا ريت يلعب في مكانه، ما يلعبش في نص الملعب برضه. اللاعب اللي بعده احمد شريف 3/10. احمد شريف كان وحش امبارح، هو الحقيقه لاعب كويس، والمباراه اللي فاتت كان كويس، بس المباراه دي كان وحش. خد كوره المفروض كان شاطها، ما بصاش الدباغ كان متسلل اصلا، انت ولا شطها ولا بصيتها صح. فهو كان مستواه حتى كذا كره اتقطعت منه. احمد شريف يا ريت يتحسن عن كده ويتالق ان شاء الله في الايام اللي جايه. احمد شريف 3/10.
اللاعب اللي بعده ناصر منسي. ناصر منسي بيتألق مباراة عن مباراة. الراجل ده أمه داعية له، كل ما يمشي يجي المباراة اللي بعدها مباراة مهمة يجيب جول يفوز الزمالك. الكاس السوبر ماتش سموحة، فناصر منسي وبيتألق، وكفاية الاسيست اللي عمله او العرضية اللي عملها لبيزيرا جاب بيها الهدف. فبجد يعني ناصر منسي 8 من 10 حلو بجد ناصر منسي، وان شاء الله الايام اللي جايه يبقى كويس. عدي الدباغ. عدي الدباغ برضو بدأ يتألق، هتبقى هداف الدوري. عدي الدباغ برضو كويس 8 7 من 10. فانا بتكلم في المباراه، ما بتكلمش كالمباراه اللي فاتت. المباراه دي وحماسي، هو شاط كوره حلوه وكانت هتيجي جون بس ملوش حظ. بس الدباغ في الايام اللي جايه كويس باذن الله، ويجيب جوان كتيره ويبقى هداف الدوري ان شاء الله. اللاعب اللي بعده هو سيف الجزيري. كفايه عليه بجد، كفايه عليه. حاول نشوف له بيعه. مع السلامه، كفايه. هو خلاص مش قادر يجري، مش قادر يجري. يعني كل 5 6 مباريات يجيب لنا هدف، ده مش مهاجم. مفيش مهاجمين بكده. وبينافس وبينافر مع المدافعين، لا بس مفيش الثمره مش بتاعته، مش عايزه تطلع. فيا ريت يمشي 2 من 10. حلو عليك في سيف الجزيري. سيف الجزيري. اللاعب اللي بعده عبد الله السعيد. عبد الله السعيد حبيبي، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده اديله 9 من 10. انا نفسي اديله 10 من 10 والله. لعيب نزل نص نزل الملعب، عمل اداء، غير شكل الملعب، غير شكل الملعب. وشفت الكرة لما استلمها، الكرة لما استلمها عرف يجيبها ازاي من غير اللعبة. الكرة مش صعبة، الكرة عند عبد الله السعيد سهلة، بيعرف يجيب الجون ازاي. احنا في لعيبه كده بتصعب الدنيا عليها، دي مش صعبه، الكرة سهله يا جماعه والله. فعبد الله السعيد 9 من 10 حبيبي عبد الله السعيد. لا بقى اللاعب اللي بعده عمر جابر. عمر لاعب طبعا 5 من 10، ما لعبش كتير، ما ظهرش يعني. فخايف اظلمه، وهو 5 من 10. وهو كان نزل هدى الدنيا في الملعب، والدنيا رست شويه في ناحيه اليمين. فعمر جابر 5 من 10. اللاعب اللي بعده شيكو بنزا. بجد شيكو بنزا، انتوا بتقولوا عمالين في عروضات يا جماعه، مدوه، مشوه. مليون دولار مشوه، اي حاجه مشوه يا جماعه، مش مستفيد منه حاجه. لاعب ايه ده؟ ما مش فاهمه بيلعب ايه دي، مش فاهم. كرة عبد الله السعيد عطاله كرة مزيكا، مزيكا والله، وراح واقف عليها. ما تتحرك، خش بتعمل ايه؟ ده فرصة، ده انت لسه نازل تغيير، انت مش بتلعب طول الماتش. فيا جماعة كفاية، كفاية على. شوف الجمهور الزمالك بيتكلم، جمهور الزمالك بيقول لك الإدارة بتبيع في اللعيبة. لا دلوقتي الجمهور بتقول لك لا، بيع شيكوبانزا، بيعه. يعني انت بعت دونجا وسايب لنا شيكوبانزا؟ يا راجل حرام عليك، بيعوا شيكوبانزا، ريحونا منه، ريحونا منه. فانا بشيكوبانزا 0 من 10. تقييمي عندي 0 من 10، وممكن اكتر من 0، سالب 10 كمان. اللاعب اللي بعده محمد السيد. محمد السيد بص انا اديله 10 من 10. بالنسبه لي الكره اللي عملها دي، اللي هو يمشي بالكره برجله اليمين ويباصيها بالشمال بطريقه غريبه لعبد الله السعيد، انا بحسبه شطحها والله، بحسبه شطحها بجد، لعيبه بطريقه. وعبد الله السعيد راح مكملها جول. هتقول لي عبد الله السعيد جاب الجول، بس شوف الاسيست عامل ازاي. فهو محمد السيد في المباراه اللي فاتت كان متوسط، بس المباراه دي بجد الكره دي بسببها الزمالك فاز. الكوره دي بسببها الزمالك فاز امبارح. فمحمد السيد بجد حكايه. اما بالنسبه للكابتن معتمد جمال اديله 8 من 10، ممكن 7 من 10 كمان. تقول لي ليه؟ هو في المباريات متالق كل حاجه، بس فكره اللي هو يغير كل شويه في اماكن اللعيبه ده غلط. اللعيبه بتوه، لعيبه الزمالك بتوه، وده اللي حصل في الشوط الاول. بيزيرا بيلعب مش في مكانه، محمد اسماعيل دي مش في مكانه. بص ازاي مش في مكانه، تاهوا في الملعب، تاهوا. كل مباراه تغير لي مكان لعيبه، لا انت اثبت على تشكيلتين، تشكيله تلعب والتشكيله البديله، ارس عليهم، خلي اللعيبه تحفظ اللعيبه مع بعضيها، وازاي بيباصوا ازاي ويعمل كل حاجه. فبجد هو معتمد جمال هو برنس لغايه دلوقتي، هو متفوق على اي مدربين مسكوا الزمالك قبل كده. فان شاء الله الايام اللي جايه الزمالك يبقى احسن من كده مع اللعيبه اللي راجع من الاصابات باذن الله. وكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في المباراه الجايه، ويوصلوا للبطوله، ياخدوا بطوله كاس الكونفدراليه والدوري والكاس مصر باذن الله ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك في القناه وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم.